عايزين تعرفوا طبعا ليلة القدر كانت امتى؟ احب اقول لحضراتكم ان ليلة القدر لا يعلمها الا الله. مفيش حد على وجه الارض كلها يقدر يقول لك ليلة القدر كانت امتى. احنا حالا لسه مخلصين اخر بث مباشر من النهارده يوم 30 رمضان 1446 هجرية. اخر بث مباشر بنعمله كل يوم من بعد الفجر لاستطلاع الشمس ورؤية الشمس. طبعا كل دي بتبقى علامات، وعلامات قالها علينا، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتحرى وبن بنستطلع وبنشوف رؤية الشمس كل يوم، وبنستغل الوقت ده للدعاء. لكن انا عايز اقول لحضراتكم مفيش حاجة اسمها حد شاف ليلة القدر. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيلهم ناس في احلامهم، ماشي، اللي هي المنام، حلم في المنام، رؤية منامية او بيرزق حد آه علامة معينة. العلامات كتير جدا، العلامات كتير جدا، في صفاء ونور في الليلة نفسها بالليل من قبل الفجر، في ليلة منطلقة، ليلة سمحة، كل دي علامات، والشمس بيضاء. طبعا آه لما ربنا سبحانه وتعالى يرزق عبد بالعلامات دي يقول الحمد لله، وملوش دعوة. ممكن يكون في حد تاني حس أو شاف العلامات دي في يوم تاني. لو حد قال يوم 25 يبقى أنت ربنا كرمك في يوم 25. لو حد قال في يوم 27 يبقى ربنا كرمه في يوم 27. فده من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز، ده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، وده مهم جدا. لو انت شفت وحسيت بحاجة وشفت علامة في يوم معين، خليها لنفسك واحمد ربنا عليها، وادعي ربنا كتير واشكر ربنا. لو حد شاف في يوم تاني مالكش دعوة بيه، هو شاف في يوم تاني، لان ربنا سبحانه وتعالى اخفى ليلة القدر وجعلها في العشر الاواخر من رمضان، فتحروها بقى. ففي ناس بتشوفها في اليوم ده، وفي ناس ممكن تشوفها في اليوم ده، لكن الاعلم بيها باليوم الدقيق اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل سيدنا جبريل فيه، وسيدنا جبريل بينزل على الارض في اليوم ده. ده لا يعلمه الا الله. انت وحظك بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك، ربنا سبحانه وتعالى بيجعله وبيبان عليك في حياتك ان شاء الله. وده حاجة ان شاء الله في علم الغيب، وربنا يكرمكم جميعا، وان شاء الله ربنا يعود علينا الايام والشهر الكريم بخير. وانا كنت عايز ابلغ لحضراتكم الرسالة دي علشان ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله. وادعوا ربنا كتير، وما تقطعوش القيام ولو ركعتين كل يوم، واظبوا على تلاوة القرآن الكريم، وربنا يكرمكم ويزيدكم من فضله ويعينكم على ذكره وشكره وعبادته. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واحفظنا يا رب، أنت الكريم وأنت الحفيظ يا رب العالمين. وشكرا لحضراتكم جميعا. ما تنسوش تدعوا لنا وتصلوا على النبي وتذكروا الله وتسبحوا الله سبحانه وتعالى في تعليق. وأتشرف انكم تشتركوا في القناة معانا، وان شاء الله ربنا يكمل اللي جاي على خير بإذن الله. السلام عليكم.